هكذا وجدنا الكاف عندما وصلناها صباحا. هؤلاء يكنسون آثار ما أحرق آخرون ليلا، يتقاسمون معهم حنقا وغضبا ورفضا لواقع يرونه في هذا البرد مريرا، وربما ترحموا على المخلوع وأيامه. يا حسن وقت كان بن علي وشوية هما قالوا كيف حالتهم تشكر ربي كم هكا، ونحن مواطنين قاعدين وسخ وقاعدين حالتنا كيما هكا وزبابيل ودايشين على 240,000. قد كنت تاخذ انت وقت بن علي؟ وش ناخذ؟ انا بطال جمله واحده، بطال تو ناخذ في 240. الظرف صعب ومرير على الجميع، لا شك أن هناك محتاجين ينتظرون ما يصلح حالا بائسا وينير ظلمة عانت منها أجيال لم يلتفت لها الظالمة سابقا. نحن نحبه مش إنسان يتكلم بالسياسة ويعطوه حق. أنا واحد من الناس عدد الرجال تو من ضدك هكايا قاعدين بطالة وعندي زوج بنات والمرأة والحال حالة ربي نجيب من سيدي عمر بن زغيد كل مرة يعرضني حلوه في الثنية. جاء الليل فاكتشفنا ما أخفى عنا ضوء النهار، الاحتجاجات بطرق مختلفة، بعضها سلمي هادئ والبعض الآخر يصل إلى قطع الطريق. التنمية هي كلمة السر المشتركة، وهي الوحيدة الكفيلة بإيقاف نزيف الاعتصامات. يحتج المتظاهرون معبرين عن رفضهم لواقع تنموي لا يلبي تطلعاتهم، فماذا فعلت السلطات لتغيير هذا الواقع؟ المنطقة الصناعية وادي الرمال تمتد في جزئها الأول على مساحة 10 هكتارات، أنجز من تهيئتها نحو 60% في انتظار الأشغال النهائية للوكالة العقارية الصناعية. رغم ذلك انطلق بعض الباعثين بالبناء دون انتظار استكمال الأشغال. تقريبا 10 مشاريع بكلفة جملية 24 مليار و500 لتشغيل تقريبا 428 موطن شغل. المؤسسات هذه متوزعة تقريبا في عديد المناطق من ولاية الكاف. هذا المعمل لمعالجة المعادن في السرس كان على ملك الكنديين، اشتراه باعث تونسي كافي أصلا ب12 مليون دينار، ويتوقع أن يغير واقع الجهة بما يوفر بعد سنته الأولى 120 موطن شغل مباشر، وما لا يقل عن 200 موطن شغل غير مباشر. باش يقع فتح 4-5 مناجم اللي عندنا تراخيص كل تامة، نبداو باش نحضروا المواد باش تصير معالجتها معناها في المصنع هنا. المستثمر الشجاع هو واللي الذكي بالضبط هو اللي يستثمر في وقت الأزمات، لأنه الحجم الاستثمار باش يكون أقل. الكاف أراضي خصبة ومناجم غنية بالفوسفات في سراورتان بما يتجاوز حجم ما تختزنه جبال قفصة. أراض ومناجم لم تستغل بعد، ومدخرات من النفط والغاز الطبيعي لو نقب عنها قريبا لتغير وجه الجهة تماما، وربما لا تغير معه اقتصاد تونس. نضال حمدي، قناة المتوسط، الكاف.